أشبه أقراني في طفولتي. كنت أعجن من الحبر خبراً، فكان خبز الجزائريين اليومي. أذكر أن صديقاتي كن يقولن ونحن نلعب الكلمات المتقاطعة: رأيك دائماً صواب. والصواب الذي تعلمته في حياتي أنني لا ألعن الظلام، بل أشعل شمعة. على فكرة، أنا التي أمسكت الشمس من شعرها الذهبي ونسجت منها حروفاً في كراسي قبل طلوع النهار بالصوت والصورة. هل تصدقون؟ بعد 13 عاماً لم تغب شمس الإبداع على كراس ذكرياتي. تعرفون، يقال إن هنالك من يتشائم من هذا العدد، أما أنا فلا أخاف الأرقام، بل أكسرها لأبقى دائما في الريادة. وشقيقتي التي أكبرها بعامين هي أول من يعلم بأحوالي. بالمناسبة، أبي هو الذي أسماني الشروق، وقد ولدت منتصرة يوم 19 مارس.